بصوا المقرمشات الخطيره المسكره دي، ما كنتش مصدقه ان العيش الابيض يطلع منه كل ده. تتاكل بقى باللبن، تتاكل كده. تعالوا نشوف المقادير بقى بتاعتها، خرافه. هنا سمنه على كاكاو على سكر على لبن، بس هو ده كل الموضوع. وده العيش وقطعته اهو، بقطعه اهو قدامكم. هقطعه نفس التقطيع اللي كنت مقطعاه في الطبق. انا خليت رغيف كده اوريكم ازاي. هي هتتقطع سمبوكسه كده مثلثات صغننه كده زي ما انتوا شفتوا. عايزاها كبيره براحتك، عايزاها صغننه زي ما انا عاملاها صغيره براحتك خالص. اهو انا قطعت كده الرغيف على الوش بس، خدت الوش بس قطعته 4/4، وبعد كده قطعت الربع تاني 2. اهو بقى بالشكل ده. ايه رايكم كده؟ نيجي بقى نعمل هنا. انا عامله نشا بحبه ميه صغننه، انتوا عارفين طبعا. بدهن السمنه الاول، بسيب طرف اللقمه كده اللي انا بعملها، وما بحشيش اي حاجه، وبحطها وبلزقها كده زي ما انتوا شايفين بالنشا كده. بس كده اهي مسكت نفسها ومش هتفك ولا اي حاجه، زي ما انتوا شايفين المنظر الخطير ده. تعالوا بقى نعملها بقى على النار. هنا حطيت حبه زيت، وبحط بقى فيها اهي، ولا بتفك ولا اي حاجه. تحفه تحفه تحفه. هحمرتها بقى التحميره اللي هي اللذيذه اللي انتوا شفتوها ديت اهي. بس كده عشان ما تسودش طبعا مننا اهي. بصوا المنظر الجميل ده، هي كده حلوه قوي. حطيت بقى هنا الكاكاو على السكر اهو. طبعا زي 3 معالق سكر كده على 3 معالق كاكاو، على قصدي معلقتين كاكاو. وحطيت اللي انا مطلعهم كده من الزيت اهو. طبعا صفيتهم من الزيت الاول، وبعد كده حطيتهم على السكر والكاكاو. بصوا بقى طالعين شكلهم خرافه، اكنك بتاكلي بسكوت بالشوكولاته، والله طعمها تحفه قوي. بصوا الجمال. يا رب يعجبكم الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بقى في اللايك والشير.